منتجات احب اكررها بارت 1 وموجوده كلها في البوكس ده. يلا بينا نشوف. اول حاجه الفيشل واش من ايفاكلير لا روش بوزي، من احلى الفيشل واش اللي ممكن نجيبها، خاصه اصحاب البشره الدهنيه او الكومبايند اللي هي المختلطه. بجد مش هتندموا، صحيح غالي حبتين بس بجد تمنوا فيه. مستلنا سبراي لكل الناس اللي عندها بيبيز، يعني من 0 ل5 سنين تقريبا، بجد مش هتستغنوا عنه. لو جربتوه مره هتحسوا بعشق رهيب لريحته، ريحه البيبيز. ده انا يمكن ساعات بحب ارش على نفسي كده واقعد اقول الله ريحه بيبي، بجد خطير، ريحه النظافه جوه ازاز. ديرماكتيف بادي لوشن اسمه اكتي وايت، مع الوقت بيدي نضاره وتفتيح للبشره، ده غير الترطيب اللي بيعمله، وباكجينج خطير وسعر معقول، وشركه موثوق فيها بس عملت براند جديد اسمه ديرماكتيف. بس الحكايه ان هو جاي لنا من بره لكن متقفل في مصر، عشان كده السعر بقى حنين شويه. واحب اقول لكم معلومه تانية عليه، ان هو بيدي تفتيح بسيط مع الاستخدام ومع الاستمرار، عشان كده اسمه اكتي وايت. ديلكوس هير سبراي بنستخدمه على فروه الراس، بنعمل مساج ونستخدمه يوميا قبل النوم. بجد حلو قوي لتطويل الشعر، تقليل التساقط، ان الشعر يطول اقوى، كل ده ديلكوس بيعمله، فعشان كده هو يستاهل الفلوس اللي بتدفع فيه. برفيوم ايدول من لانكوم، من الحاجات اللي زي ما انتم شايفين كده، قبل ما اجيبها لحقت ان انا اخلصها طبيعي جدا من كتر ما بحبها، وبجد خطيره، كررتها كتير وبحبها قوي، وبحس ان تمنها فيها، لان كل الناس لما بحطها بتسالني الله البرفيوم اللي انت حطاها دي حلوه قوي، ايه اسمها ايه؟ بادي لوشن باث اند بادي وركس. طبعا كل الروائح اصلا هناك تجنن، احلى بادي لوشن واحلى بادي سبلاش. انا ده عاجبني قوي، باريس امور، من الحاجات اللي ريحتها لذيذه كده ورقيقه جدا، وبحب استخدمه دايما بعد الشاور، بجد من الحاجات اللي احب اكررها تاني. ديرماكتيف اكتي ريبير، احلى حاجه انه يكون عندنا في البيت، لان هو بيصلح السكين بارير او طبقه الجلد الخارجيه، بمعنى انه لو في اثر لتعويره كده، حاسين مثلا ان الايد مقشفه زياده واحنا داخلين على فصل الشتاء، كل الحاجات دي هيبقى مهم قوي فيها، علشان بيساعد على تجديد الخلايا وتكوين طبقه جلد جديده. الاي كريم من لانكوم، من الحاجات الحلوه جدا، وعايزه اقول لكم ان انا دايما بحب الاي كريم، وبهتم جدا بنوع الاي كريم اللي بستخدمه، لانه ببساطه شديده مع مرور السن بنلاقي ان احنا لما بنيجي نعمل بوتوكس فيلر، اكتر منطقه صعبه هي حوالين العين، وكمان اكتر منطقه ممكن ما تجيبش نتائج حلوه هي برضو حوالين العين، ده لو اصلا ما خفناش ان احنا نعملها. عشان كده الاي كريم من الحاجات المهمه قوي، واحلى حاجه في كريم لانكوم ان هو بيستخدم الصبح وبالليل، فهو غالي بس بيوفر في نفس الوقت. سيرم فيتامين سي من فيتشي، احلى سيرم فيتامين سي هو فيتشي، بجد حلو قوي. واحلى حاجه ان احنا نستخدم سيرم فيتامين سي الايام دي اللي هي خارجين من الصيف وداخلين ان شاء الله الشتاء، علشان خاطر بيكون في سبوتنج كتير في الوش، غمقان، نمش، كل الحاجات اللي عايزين نضيعها بعد الصيف دي، نستخدم سيرم فيتامين سي كل يوم قبل النوم. هايلورونيك اسيد من لوريال، هايلورونيك اسيد من الحاجات اللي انا بحبها جدا وبفضل اكررها، وبجرب براندز كتير قوي، وفي حلقتنا النهارده معايا 2 براندز، اولهم لوريال. الحقيقه انه فكره الهايلورونيك اسيد عموما اهم حاجه بس نستخدمه صح، ان احنا نحطه على بشره منديه في الروتين بتاعنا، سواء هنحطه الصبح او بالليل مش هتفرق خالص، المهم تكون بشره منديه بعد ما بنغسلها، علشان هو بيمتص الميه وبيدخلها جوه البشره، فبالتالي البشره بتبقى خاليه من التجاعيد. دي الطريقه اللي بيشتغل بيها لو بسطناها بدون كلام مكلكع وكبير، لكن الفكره انه بيمتص الميه ويدخلها لجوه بشرتنا، فلو حطيناه على بشره جافه مش منديه، فبالتالي هياخد برضو الميه وهيتصرف، مش هيغلب ابدا، فبالتالي بشرتنا هتبقى جافه زياده وهنكون بنستخدمه غلط. هايلورونيك اسيد تاني من لاروش بوسي، من احلى الهايلورونيك اسيدز في الماركت، بجد خطير، وكل الناس اللي استخدمته تقريبا كده دعوا لي او قالوا يا دكتور احنا مبسوطين قوي، وانا بقول لهم ادعوا لي ارجوكم، لان الدعوه بتفرق قوي وبتخليني استمر كده واكمل في كلام حلو تاني كتير. المهم لاروش بوسي هايلورونيك اسيد نفس الكلام برضو، نستخدمه على بشره منديه وهتدعوا لي على النتيجه. ودي اخر حاجه في بارت 1، هو افان دي بيجمنت، بجد اختراع، لما يبقى عندك دارك سبوتس حطي عليها بس ممكن بقطن الودان كده، او يعني زي ما بيقولوا كوتن بادز، وتحطي على البقع الداكنه اللي موجوده عندك في البشره، تقريبا يومين 3 هتلاقيها بتختفي خالص. وبكده انا خلصت بارت 1 من حاجات احب اكررها جوه البوكس ده، علشان كده استنوا بارت 2، وان شاء الله هستنى رايكم، قولوا لي انتوا كمان ايه البرودكتس اللي حبيتوا ان انتوا تكرروها تاني، وايه البرودكتس اللي مش عايزين تكرروها في الكومنتس علشان نشارك بعض.